القضيه ديال اليوم غادي نعاود لكم على ثلاثه ديال الطالبات بنات دوار واحد قراو الابتدائي والاعدادي والثانوي ونجحوا وتفوقوا في الدراسه ديالهم. قرروا انهم يتابعوا الدراسات الجامعيه ديالهم بثلاثه بهم. فعلا مشاو والديهم قلبوا ليهم بيت وكراو ليهم بثلاثه بهم في بيت وحده، ولكن المفاجاه ان وحده في هاد الطالبات ثلاثه عطاوها التوكال. فكيفاش عطاوها التوكال وعلاش داروا ليها التوكال؟ فالاجوبه على هاد الاسئله غادي تعرفوهم حتى الاخر. وانا متاكده اي واحد فيكم غادي يشوف القضيه ديال اليوم غادي يمشي غلط، وكلكم غادي تشكوا في وحده، ولكن في الاخر غادي تتفاجئوا في الشخص اللي دار التوكال لهاد البنت. داكشي علاش كنطلب منكم انكم توجدوا شي حاجه تاكلوها، لان القضيه طويله وفيها بزاف ديال الاسرار. هاي ماي تيم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كاملين تكونوا مزيانين بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. انا عارفه غبرت عليكم شي شويه، ولكن غير سمحوا لي حيت كنت كنوجد لكم بزاف ديال الفيديوهات. وبزياده على هذا الشيء بغيت نقول لكم خبر غير صار كان بقى عليا. مالوغوزمون جاني الكوفيد، واخا صراحه انا كنت قلت صافي راه كوفيد داز وما بقاش وهذا، ولكن ما بقيتش ندير الاحتياطات ديالي مؤخرا فاش كنخرج. ديكو نهار خرجت وقع اللي وقع ومرضت مرضى خايبه بزاف. داكشي علاش قلت ما كاينلاش نطلع عليكم ولا نسجل لكم شي فيديو وانا مريضه نجيب لكم الكآبه وانتم كتفرجوا فيا. داكشي قلت حتى نصح ونكون مزيانه ونكون بخير وعلى خير ديك الساعه نسجل لكم فيديو. سورتو انها قضيه مهمه بزاف بزاف بزاف، وانا متاكده انها غتعجبكم. ففي دوار نواحي اكادير ثلاثه ديال البنات قراو مع بعضياتهم، قراو الابتدائي والاعدادي والثانوي، والحمد لله توفقوا وخداو البكالوريا ديالهم بمعدل زوين بزاف. داكشي علاش والديهم ما بغاوش يضيعوهم في قرايتهم وقالوا اكيد غادي نخليو بنياتنا يكملوا قرايتهم باش يوصلوا لداكشي اللي تمناوه، وحتى حنا تمنينا وليداتنا نشوفوهم في مراكز زوينه. داكشي علاش تفاهموا الوالدين ديال هاد الطالبات بثلاثه باش يمشيو يقلبوا ليهم الكرا في مدينه اكادير. وفعلا داكشي اللي كان، مشاو قلبوا ليهم على الكرا ولقاو ليهم اون شامبر بثلاثه بهم، وفي نفس الوقت دفعوا لهم طلب باش يسكنوا في الحي الجامعي الا تقبلوا فيه، مع العلم انهم دفعوا الملف شويه معطلين. فدابا اجي ونعاود لكم شويه على الشخصيات ديال البنيتات بثلاثه، وغادي نبدا لكم بسميه. سميه كانت لا في اونيك لوالديها، وفاش نقول لكم كانت بوحدها عند والديها فهذا كيعني انها كانت مفشه بزاف، واللي حلات عليها فمها خاصها تحضر، مع العلم ان والديها شويه لبس عليهم في هذاك الدوار. وسيختو مع كانت غير بوحدها فنقدر نقول لكم انها كانت مفشه اكثر من القياس. اما الا جيت نهضر لكم على القرايه ديالها فنقدر نقول لكم كانت مستوى لا باس به. اما احلام فكانت واحد الطالبه درويشه داخله سوق راسها، هنيه بزاف وما على بالهاش بالدنيا. هدفها الوحيد هو انها تقرا وتجيب معدل زوين وتوصل لاعلى المراتب باش تفرح والديها. اما عواطف فكانت واحد البنت زوينه واللي شافها يحط عينو عليها، يحمق عليها الصغير والكبير، وما يمكنش اي واحد فيكم يشوفها وما تعجبوش. اما الا جينا نهضروا على القرايه ديالها فكانت كتقرا حتى هي لا باس به بحال سميه، ولكن واخا هكاك نقدروا نقولوا انهم طالبات درويشات مربيين تربيه حسنه، عارفين اللي ليهم واللي عليهم، ما كيأذيو حد ما كيتبسلوا على حد. فهاد الطالبات بثلاثه سكنوا مع بعضياتهم، شركوا بيت وحده، كلاو ماكله وحده، وكيصرفوا بثلاثه بهم. كيديروا واحد لاكاس وكل وحده فيهم كتحط اون سوم دارجون وكيصرفوا من هذاك لاكاس. وحتى النوبه في الدار كل نهار كطيب وحده، وحتى الا مرضات شي وحده فيهم وحده كتحنف وحده. دونك نقدروا نقولوا ان هاد البنات متفاهمات وما عندهمش مع البراني. فاكيد حتى لدابا غتكونوا فهمتوا الشخصيه ديال كل وحده فيهم. قراو الشهر الاول وكان كل شيء مزيان، ومن بعد شهر بالضبط خرجوا النتائج ديال الطلبه اللي تقبلوا في الحي الجامعي، وللاسف طالبات بثلاثه ما تقبلت فيهم حتى شي وحده. واكيد كانت صدمه ليهم وكتكون صدمه لجميع الطلبه اللي كيكونوا محتاجين للحي الجامعي، بالرغم من انهم كانوا ناس على قد الحال وكان احتمال كبير انهم غادي يتقبلوا في الحي الجامعي، ولكن للاسف ولسوء الحظ ديالهم كانوا من بين اخر الطلبه اللي دفعوا الملفات ديالهم باش يستافدوا بهذاك الحي. فتقبلوا امر الواقع، ولكن وحده فيهم واللي كانت هي احلام قررت انها تكمل القرايه ديالها في الدار وتبقى تجي غير دوز الامتحانات.
سمية وعواطف قالوا ليها مرحبا بك والف مرحبا، حسبي راسك مازال كاريه معنا، امتى ما احتاجيتي تجي تشري البوليكوبات ولا تقراي ولا بغيتي تجي تخرجي وتفوجي، مرحبا بك، حسبي هذه داركم. وفعلا داكشي اللي كان. احلام رجعت تكمل القرايه ديالها في الدار، اما عواطف وسمية فبقاو كاريين وكيمشيو يقراو بزوج وكيرجعوا بزوج. مشات ايام وجات ايام، طالبات كملوا السمستر الاول وجا وقت الامتحانات، جات احلام وفعلا دوزوا الامتحانات. فاكيد كتعرفوا من مورا التدواز كتكون عطله. طالبات فاش سالوا الامتحانات قرروا انهم يديروا واحد الخريجه ب3 بهم، يمشيو للمدينه يتقداو حويجات لعائلاتهم، يشريو ليهم كادوات بحكم انها العطله وغادي يمشيو في حالهم. فعلا داكشي اللي كان. البنات مشاو خرجوا ب3 بهم، تساراو على خاطرهم، تقداو كاع داكشي اللي تشهى خاطرهم، وفسالاو قرروا انهم يمشيو يتغداو على برا. مشاو لواحد الريستورون في المدينه نيت فين كانوا كيدوروا، دخلوا وكومونداو الغدا ديالو. وهما كيتغداو بان ليهم واحد الاستاذ جامعي كان كيقريهم ب3 بهم. واكيد فاش شافوا الاستاذ ديالهم كانوا فرحانات بزاف بحكم ان هذاك الاستاذ بوغوس. ونقدروا نقولوا ان جميع البنات اللي كيقراو في لافاك كو سوا كانوا يقراو عنده ولا ما كيقراوش عنده، كان الحلم ديالهم انهم يكونوا من النصيب ديال هذا الاستاذ بحكم انه باقي صغير وما مزوجش. فكيف ما كتعرفوا سمية هي القارحه فيهم، مشات هضرت معاه وسولاتو على واحد السؤال كان جاها صعيب في الامتحانات. فالطالبات ب3 عرضوا على الاستاذ باش يجلس معاهم شويه. الاستاذ ما كانش مسالي، داكشي علاش قرر انه غير يهضر معاهم بالزربه ويمشي في حالاته يتغدى مع صحابه. الاستاذ اقترح عليهم انهم يدخلوا في واحد الجروب كان حالو في الفيسبوك كيحط فيه الملخصات ديال الدروس ديالو. البنات عجبوهم الحال بزاف بحكم انهم باغيين ينجحوا. هما جالسين في الدار تيقيسوا في الحوايج وتيهضروا على لي كادو اللي غادي يديوهم لدارهم وكيوجدوا لي فاليز. عواطف وصلها ميساج من الاستاذ ديالها، وميساج الله يخليكم ماشي في الجروب مي ميساج خاص كيسولها كيفاش دايره واش وصلت بخير. عواطف اون فوا شافت الميساج ديالو طارت بالفرحه، غوتات غوته وحده. وكيف ما كتعرفوا ان عواطف اللي على قلبها على لسانها عاودت ديك الساعه لصحاباتها احلام وسميه وفرحوا ليها بزاف، وفي نفس الوقت بقاو متبعين الحديث ديالهم بزوج. ولكن الكونفرساسيون ديال عواطف والاستاذ ديالها ما طولاتش، دغيا سالات. واخا كانت كونفرساسيون عاديه ولكن عواطف فرحات بزاف. المهم هذيك الليله عواطف باتت بلا نعاس وطمعات اكثر من القياس، وقالت علاش لا ما نستغلش الفرصه ويقدر يكون هذا الاستاذ من نصيبي. الغد ليه الصباح شدوا البنات الطاكسي ب3 بهم ومشاو في حالاتهم للدوار ديالهم، دوزوا العطله بخير وعلى خير. وفي نفس الوقت احلام وسميه بقاو ديما على تواصل مع عواطف يسولوها فين وصلت مع الاستاذ. سالات العطله ورجعات سميه وعواطف بحالهم لمدينه اكادير. بدا السمستر الثاني، الاستاذ كان حاط العين على عواطف وبقى حاضيها باش يعرف هذيك البنت اللي بغاها واش تستاهل تكون الزوجه ديالو ولا لا، واش خفيفه، واش داخله سوق راسها، واش كتقرا ولا ما عينها في حتى شي حاجه، باغا غير تفلا ودوز الوقت في لافاك. ومع الوقت اكتشف داك الاستاذ ان عواطف داخله سوق راسها، مع العلم ان كل شيء كيحمق عليها وكل شيء حاط العين عليها، ولكن هي ما باغا حتى شي حد ومركزه في القرايه ديالها. وكيف ما كيقول المثل كل ممنوع مرغوب، شبت بها بزاف وبغاها حتى قرب يسالي السمستر الثاني وحتى قربوا الامتحانات. الاستاذ قرر يصارح عواطف ويقول لي هذاك الشيء اللي في قلبه، وقرر انه يصارحها انه باغيها للزواج، وكان زربان بزاف لدرجه انه كان باغي اون فوا يساليو الامتحانات يمشي يخطبها من دارهم. عواطف طارت بالفرحه، عاودات لصاحبتها سميه واحلام وحتى هما فرحوا ليها. كان كل شيء هو هذاك. جاو الامتحانات وجات احلام، دوزوا الامتحانات النهار الاول، النهار الثاني والنهار الثالث دوزوا غير نص النهار الاول. فاحلام اون فوا سالات قررت غدوز ديريكتومون للطاكسيات وتمشي في حالها للدوار. فعلا داكشي اللي كان. اما سميه وعواطف فرجعوا في حالهم للدار، عرضات لهم الجاره ديالهم وقالت لهم بلا ما توجدوا الغدا راه الغدا اليوم على حسابي. اكيد الطالبات فرحوا بزاف بحكم انهم هذه شحال ما كلاوش ماكله الدار. الجاره ديالهم سقات لهم الطباصل ديالهم وخدات كل شامبر الطبسيل ديالها. الجاره اون فوا طلعت لهم هذاك الطبسيل ديال الكسكسو، عواطف طاحت على داك الطبسيل عمية. اما سميه فما بغاتش تاكل وقالت ليها راه ما فيا اللي ياكل، الشهيه مسدوده، ولكن قالت ليها غتاكلوا غتخلي لي حقي. فعلا داكشي اللي كان. عواطف كلات حتى خرج ليها مع النيف،
وغير سالات مشات ضربتها بالنعسه ما فاقتش حتى الليل. اما سميه فارتاحت شي شويه من بعد سالات، كلات داكشي اللي كتب الله وجمعات الدار. عواطف اون فوا فقط لقات سميه قضات الغراض وجمعات الدار ورمات الزبل اللي خاصو يتلاح، وبقى ليها غير تجمع لافاليز ديالها باش الغد ليه الصباح يشدوا الطريق. دازت هذيك الليله، الغد ليه كل واحد مشى في حالاته. عواطف وصلات للدوار ديالهم وزات الليله مع عائلتها ضاحكين ناشطين ما ناقصهم حتى شي خير. الغد ليه الصباح عواطف فاش فاقت ما قدرتش تحرك يدها بحكم انها نعست عليها وتعذبات. الصباح الثاني فاش فاقت عواطف لقات حتى رجلها نعسات عليها، ونقدر نقول لكم ان النص ديال الجسم ديالها كله نعس ما تقدرش تحرك. ماماها جابت ليها واحد العكاز باش تبقى تمشى به في الدار، وقالت واخا هكاك غادي نصبروا هاد السيمانه نشوفوا لعل وعسى تحسن الامر ديالها شويه. عواطف واخا كانت مريضه كانت مازال كتهضر مع هذاك الاستاذ، وكانوا عوالين باش يهضروا مع والديهم باش يتفقوا على النهار اللي غادي يجي يخطبها فيه. مع العلم انها كانت كتعاود ليه داكشي اللي كيوقع ليها، وقال عادي راه هذاك غير ستريس ديال الامتحانات وربما كلات شي حاجه ما هياش دابا صبره. غد ليه عواطف فاش فاقت داك النهار اللي كانت اولا غتهضر مع والديها على هذا الاستاذ اللي قرروا انه غادي يجي يخطبها السيمانه الجايه. فاش فاقت لقات كرشها منفوخه، اللي شافها غادي يقول هذه اكيد حامله. داكشي علاش شدها الخوف وحاولت تخبع كرشها باش ماماها ما تشوفهاش، ومشات تفطر وهي كتفكر كيفاش غتجبد لماماها هذا الموضوع وتقول لها ان هذا الاستاذ راه عوال يجي يخطبني. بدات كترد ردا مخيب بزاف لدرجه انها كترد داكشي بفمها كله كحل وكيتجبد من فمها بحال السلك. امها تخلعات بزاف وهي كتحاول تعاونها وتنقي ليها فمها وتعطيها كاس د الماء، بانت ليها كرش بنتها منفوخه. ماماها ضربات ضربه وحده في راسها وقالت ليها اويلي ياك ما حامله. عواطف واخا ما دارت حتى شي حاجه دخلها الشك في راسها، ما جبداتش الموضوع ديال الخطوبه لماماها وقالت حتى نصح ونكون مزيانه عاد نهضر معاها في هذا الموضوع. في نفس الوقت ماماها مخلوعه بزاف عليها وما بغاتش تبين لبنتها عواطف، وحاولت تهضر مع باباها قالت ليه بنتك ها شنو وقع ليها شنو وقع ليها. حتى باها تخلع عليها بزاف، قرر انه يديها للطبيب ويشوف شنو عند بنته. فعلا داكشي اللي كان خداها للطبيب وشخص الحاله ديالها كامله، قال ليها كليتي شي حاجه ما هياش ودابا ضروري خاصنا نغسلوا لك المعده باش نحيدوا لك هذاك السم اللي كليتيه. وان فوا سمعت قالت توكال فكرات في حاجه وحده، هذاك الكسكسو اللي كلاتو وهي في مدينه اكادير. فاذا بقيتوا عاقلين الجاره هي اللي جابت لهم الغداء اخر نهار دوزوه في تما. ففكرت في حاجه وحده انها تعيط لسميه وتسولها واش حتى هي عندها نفس الاعراض اللي وقعوا ليها. قالت لها ما وقع ليا حتى شي حاجه، وقالت لها انها كلات من هذاك الطبسيل ديال الكسكسو فاش هي نعسات. استغربت بزاف عواطف هذا الشيء اللي وقع ليها وما وقعش لسميه. دخلها الشك شي شويه ولكن قالت ما يمكنش انا هذا الشيء وقع غير ليا، راه يمكن كليت شي حاجه وانا ما رديتش البال. ما علينا، نسات هذاك الموضوع وكملات نهارها. الغد ليه الحاله ديال عواطف مازال غاده وكتكفس. فعلا داروا ليها عمليه مستعجله ونقاو ليها المعده. عواطف حست بتحسن شي شويه ولكن ما غاديش نقدر نقول لكم انها حست بتحسن 100%، لان بالرغم من هذاك العمليه اللي دارتها مازال كتعذب نهار من بعد نهار. من بعد سيمانه كانت كتهضر مره مع صاحبتها احلام وسميه، وكانت هذيك الليله هضروا انهم الغد ليه غادي تخرج الغازولطه ديال الامتحانات اللي دوزو. وبحكم ان عواطف كانت مريضه سميه واحلام قالوا لعواطف بلا ما تعذبي راسك، اين فوا غادي يخرجوا النتائج غادي نشوفوا لك ونقولوا لك شحال جبتي. عواطف الغد ليه الصباح اون فوا فقط اول حاجه دارتها طلات على التليفون ديالها ولقات سميه واحلام مصيفطين ليها في الجروب اللي كانوا فيه بثلاثه بهم لي ريزولطا ديالها واللي كانت مشرفه بزاف. نجحوا بثلاثه بهم، جابوا معدلات زوينه، والكثره الفرحه بدات كتعيط لماماها باش تجي تسمح الخبر الزوين. ماماها اون فوا جات وشافت في عواطف غوتات غوته وحده لدرجه انها سخفات وفقدات الوعي ديالها. دقه وحده الجيران كلهم جاو هجموا عليهم في الدار، والجاره اللي كتوصل وكتدخل مع الباب غير كتشوف الوجه ديال عواطف كتغوت نفس الغوصه. عواطف تخلعات بزاف بحكم انها شافت اللي يجي يشوفها يتخلع. هزات التليفون ديالها وحاولت تخدم لا كاميرا باش تشوف وجهها شنو فيه، فاذا به كتفاجئ وكتلقى مرة كبيره في وجهها اللي شاده ليها نص من وجهها كله كحل. وحتى عواطف فقدات الوعي ديالها. الجيران عيطوا لومبيلونس وجاو هزوا عواطف وماماها وخدوهم ديريكتومون لوبيتال. الحمد لله عواطف وماماها تلقاو العلاجات اللازمه، حسوا براسهم مزيان، فاقوا ورجعوا في حالتهم للدار. عواطف صورات راسها لهذاك الاستاذ، شاف الحاله ديالها وشافها كيفاش ولات، ما عقلش عليها.
لدرجه ان حتى الاتفاق اللي كان داير معاها باش يجي يخطبها من دارهم اجلوا، وقال لها حتى تصحي وتكوني مزيان ديك الساعه عاد غادي نجي بدارنا ونجي نخطبك من داركم. المرض ديال عواطف وزيد عليها هادشي اللي وقع ليها تاجيل الخطوبه ديالها اثر على النفسيه ديالها بزاف، وبقات شاده غير الفراش لدرجه انها ما قدرتش حتى ترجع للقرايه ديالها في لافاك. نهار من بعد نهار، شهر من بعد شهر، حتى وصل عام وهي مازال في نفس الحاله. ونقدر نقول لكم زادت كفسات اكثر من اللي كانت عليه، بحكم ان عواطف ضعفت بزاف، ولات بحال السلك، بحال هزيتي بنت وحطيتي بنت واحده اخرى. من بنت زوينه وكل شيء كيحلم بها وباغيها للزواج لواحد البنت اللي مسكينه مريضه، صحتها ولات على قد الحال، وحتى وجهها اللي كان عاطي العين تشوه ما بقى فيه ما يتشاف. باباها تخلع عليها بزاف وقرر انه ضروري خاصو يشوف ليها شي فقيه اللي غادي يعالجها، وتيقن ان داكشي اللي وقع لبنته ماشي عادي، واكيد بنته داروا ليها التوكال. دار الفقيه ديالهم ديال الجامع اللي كاين في هذاك الدوار. الفقيه انفا شاف عواطف وبدا كيقرا عليها القران، بدات كتضرب في راسها وكتضرب الفقيه. لسوء الحظ قال لهم انا ما نقدر ندير لبنتكم حتى شي حاجه، لان هذا الشيء اللي واقع ليها فوق من الطاقه ديالي، ولكن نصحهم باش ياخذوها لواحد الفقيه كاين في مراكش. بابا تاع عواطف انفا سمع هذا الكلام قال ليه غير عطيني لادغيس ديالو فين ما كان غادي نمشي ليه. فعلا داكشي اللي كان، هز عواطف وماما تاع عواطف وشدوا طريقهم لمراكش. بابا تاع عواطف وصل وبقى كيساين حتى يحل هذاك الفقيه ويدخل ليه بنته لعل وعسى على يدو تكون الشفاء. اون فوا شافها حاول يشخص المرض ديالها، قرا عليها شويه القران، وبدات عواطف كتغوت وكتضرب في نفس الحاله اللي دارتها لهذاك الفقيه ديال الدوار. بالرغم من ان صحتها على قد الحال ومريضه وما تقدرش حتى تحرك، ولكن اون فوا كتسمع القران الكريم كتولي وحده اخرى، بحال هزيتي وحده مريضه وحطيتي وحده صحيحه. الفقيه عرف ان السيده سكنها جن، وهذا الجن اللي سكنها عن طريق التوكال، وقال لبابا تاع عواطف ان بنته كلات اما بيض الغول او لا راس الغراب. وهاد الزوج د الحوايج اللي قالهم الفقيه قال ليه من اخطر سحر التوكال اللي يقدر ياكلو الواحد، والعلاج ديالو صعيب بزاف، وقال ليه غادي يدير السبب والكمال كيبقى على الله سبحانه وتعالى. فعلا داكشي اللي كان. الفقيه وجد واحد القرعه اللي كانت كتكون من الماء طبيعي وفيه بعض العشوب اللي ينقيو ويصفيو المصارن والمعده. عطاها قرعه ديال 5 يطرو كان خاصها تشربها كامله، وهي كتشرب والفقيه تيقرا عليها القران الكريم. غريب في الامر ان اون فوا عطاها هذاك الماء تشربو، عواطف بدات كتغوت ربي اللي خلقها، ولدرجه ان داك الماء اللي كانت كتشربو كيجيها بحال السم. حتى قربات تسالي هذيك القرعه وبدات كتغوت وكتضرب في راسها وطاحت سخفات. الفقيه كمل القراءه ديال القران الكريم عليها وقال لباباها هزها وديها خليها ترتاح شويه، فاش تفيق ان شاء الله غتكون مزيانه. فعلا رجعوا في حالاتهم الاكادير وعواطف بدات كتصح شويه بشويه. واخا نقدر نقول لكم دابا عواطف مازال فيها المرض في وجهها، ما كتقدرش تخرج عند الناس وما بقاش عندها الجرأه ترجع لافاك وتلاقى مع الطلبه اللي كانوا كيقراو معاها. دابا اكيد كتكونوا تسولوا شنو وقع العواطف بالضبط وشكون كان السبب من وراء هذا المرض المفاجئ اللي وقع ليها. هي الكسكسو اللي جابته الجاره كلات منه عواطف وحتى سميه. وعلاش عواطف مرضات وسميه ما وقع ليها حتى شي حاجه؟ ومن بعد عام ومن بعد ما صحات عواطف على يد هذا الفقيه اللي عطاها هذاك الماء المعشب، احلام مشات تزور صاحبتها عواطف وتطمن على الصحه ديالها. وبحكم ان عواطف كانت كدوز من واحد المرحله صعيبه، كانت كتسنى غير امتى شي حد يجي لعندها ويدردش معاها شويه وتدوز الوقت. جلسوا بزوجهم كيهضروا على لافا، كيهضروا على القرايه، كلمه كتجيب كلمه شويه، واحلام بدات كتعترف ليها بشي حقائق اللي عواطف ما عارفاهمش. احلام قالت لعواطف واش فراسك بنت الجاره اللي كنا كارين عليها تخطبات للاستاذ اللي كان باغيك للزواج؟ وهذه هي الحقيقه اللي كنت مخبياها عليكم في بدايه القصه. عواطف تصدمات صدمه واحده لدرجه انها ما قدرتش تخرج حتى شي كلمه على فمها، وعرفات ان هذيك الجاره هي اللي سحرات ليها على ود بنتها اللي كانت باغا هذاك الاستاذ. ولكن بلاتي عواطف ما كانت معوده سر حتى لشي حد من غير سميه واحلام. فكيفاش وصل الخبر للجاره ديالهم لتحت؟ داكشي علاش عواطف قررت انها تهضر مع سميه وتسولها واش هي اللي كانت كتعاود البنت الجاره على العلاقه اللي كانت بينها وبين هذاك الاستاذ. داكشي علاش سميه قررت انها تعاود ليها الحقيقه وتطلب منها السماح.
وقالت لها فعلا انا اللي عاودت لبنت الجاره على العلاقه ديالكم بزوج، وقالت لها انا ما نواتش تاديها وكانت غير فرحانه ليها داكشي علاش عاودت كلشي لبنت الجاره ديالهم. وعواطف في نفس الوقت انسيستات على سميه انها تعاود لها واش فعلا كلات من هذاك الكسكسو ولا لا. فغادي تفاجئها سميه بالحقيقه وغادي تقول لها انها ما كلاتش منه. فاش غادي تسولها علاش ما كليتيش غادي تقول لها ان بنت الجاره فاش جابت لهم التفصيل ديال الكسكسو كانت طلبت منها انها تهبط معها سميه يرميو واحد لابوبيل اللي كانت عندهم عند باب الدار. وقالت لها فاش هبطات هي وياها لتحت صرحتها وقالت لها ان هذاك الكسكسو دارت فيه التوكال ليك، وطلبت منها انها ما تاكلش منه، وقالت لها انها هداتها غدير ليها نفس الشيء اللي دارت لك في حاله ما اذا مشيت حتى صرحتك بالحقيقه. فانا خفت على راسي وقررت انني ما نقولك حتى شي حاجه، وقلت راه غير توكل عادي ما غيدير لك والو. واخا سميه بدات كتزاوق فيها وكطلب منها السماحه، عواطف ما قدراتش تستوعب داكشي اللي دارته معها سميه، وقالت لها اوكي ناكسبتي داكشي اللي دارت ليا بنت الجاره لانني ما كنعرفهاش وما كتعرفنيش، وربما غارت مني وحسداتني لان داك الاستاذ كان باغيني، ولكن انتي قريتي معايا، والدينا كيعرفوا بعضياتهم، عشره طويله، سكننا مع بعضياتنا وكلينا ماكله وحده، ولكن تفشيها ليا في الحنق وانتي عارفه انا داك السكسو فيه التوكال وما تقولي لي حتى شي حاجه ما نتقبلهاش منك. فنقدروا نقولوا ان سميه ساهمات في المرض ديال عواطف، والانانيه ديالها والخبث ديالها كانوا سبب من مورا خساره عواطف في الصحه ديالها. انطلاقا من القضيه ديال ختنا عواطف كنقول لكم ما ديروا الثقه في حتى شي حد، كو كنتي على علاقه مع شي حد وكان ناوي معك الحلال وموعدك بالزواج، اولا عندك صحاباتك كاريه معاهم وساكنه معاهم في نفس الدار وكتشاركوا نفس الطعام، ولو تكونوا متفاهمين وكتبغيو بعضياتكم وكتبارطاجيو احاسيس زوينه فما ديروش الثقه. فديروا الثقه غير في الازواج ديالكم وعائلتكم المقربه اللي عارفين انه اذا مشاو حتى داروا لك شي حاجه اللي غادي تاديك فغادي ياديو حتى الناس اللي قرابين ليهم. كنظن هادشي اللي وقع لعواطف نفس الشيء وقع الفنانه ديالنا الكبيره الملقبه بالتسونامي. فانا من الناس اللي وصلهم الخبر ديال التسونامي وتشوكاو فاش سمعوا الخبر ديال الوفاه ديالها، الله يرحمها يا ربي ويوسع عليها ويشدد عليها الرحمات. وسيرتو فاش عرفت ان عندها وليدات وعندها ماماها كانت خدامه عليها زدت اثرت اكثر بالقضيه ديالها. ولكن لسوء الحظ انه فعلا كنشركوا نفس الهوام مع بزاف ديال الناس مرض اللي ما عندهمش ضمير. صعيب في هذا الوقت تلاقى مع انسان مزيان واللي يبغي لك الخير، داكشي علاش فما ديروا الثقه في حتى شي حد، ديروا الثقه غير في راسكم وفي والديكم وفي الازواج اللي نتوما معاهم، وكل شيء كيبقى بمكتاب. والله يسر لينا كاملين ويحفظنا ويحفظكم من كل المصائب. وبغيتكم كاملين انكم كلكم تكتبوا في لي كومونتير الله يرحمها يا ربي ويوسع عليها ويشدد عليها الرحمات ويصبر عائلتها القريبه، والله ياخذ الحق في اي واحد كان حيله وسباب من مور داكشي اللي وقع لها. ونتمنى من السلطات تدخل في القضيه ديالها لانها قضيه غير عاديه، وكيف ما وقع ليها هذا الشيء يقدر يوقع لاي وحده في نفس الدومين. ونقدروا ننساو كاع الدومين ديال الفن، يقدر اي واحد عايش مع وليداتو بعيد بزاف على هذا الدومين ديال الفن يتعرض لنفس الشيء اللي تعرضات عليه التسونامي. وبالعكس هذا الشيء اللي وقع ليها غادي يشجع بزاف ديال الناس انهم يقطعوا يدهم من رحمه الله ويأديو الناس اللي كيغيروا منهم ويحسدوهم. نتمنى يكون واحد التحقيق معمق في القضيه ديال الوفاه ديالها، ومره اخرى الله يرحمها ويوسع عليها والله يكون مع عائلتهم ويكون معنا كاملين. وشكرا بزاف لكم، تحيه مني ليكم، وما تنساوش انني كنبغيكم بزاف 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 وكنحماق عليكم. تهلاو ليا في راسكم حتى الفيديو الماجي ان شاء الله. باي باي.